زي ما حضراتكم شايفين كده النهارده ان شاء الله هنعمل من نص كيلو دقيق كميه حلوه جدا من العيش. زي ما انتم شايفين بالبياض وبالجمال ده، ريحته كانت قلبه البيت كله. بصوا الجمال يا جماعه، مفيش كلام بعد كده. مش قادره اقول لكم العيش يتاكل لوحده من غير حاجه. العجين في البيت خير يا جماعه. العيش بتاعك ناجح ولا لا لما ينفخ ويقب معاكي في الطاسه كده. وكمان انا عاملاه في الطاسه مش في الفرن، يعني مفيش اسهل من كده. كل الحكايه هنجيب نص كيلو من الدقيق ونكون طبعا نخلينه. هنحط عليه معلقتين كبار من السكر، كيس من الخميره الفوريه او بما يعادل معلقه كبيره. نحط معلقه صغيره مليانه من الملح. القشطه دي واخداها من وش اللبن، تقدري تستبدليها بنص كوبايه من الزبادي عادي جدا، وكوبايه من الميه الدافيه. طيب زي ما حضراتكم شايفين بلم العجينه كده، ودي بقى العجينه رايح جاي كده رايح جاي لغايه ما الجلوتين اللي في الدقيق ينشط والعجينه تبقى معايا ناعمه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بجيب بقى طبق بحط فيه العجينه دي وبسيبها تختمر ساعه. ببتدي بقى اقسط العجينه بتاعتي لكور صغيره بحجم الرغيف اللي انا عايزاه. بصوا بسم الله ما شاء الله، دي الكميه اللي طلعت معايا من نص كيلو دقيق.